أهلا بيكم في قناة قصص وروايات، المكان اللي بنحكي فيه حكايات من القلب تفتح لك باب للتفكير وتدوبك جوه معنى بسيط بس ممكن يغير نظرتك للدنيا. يلا بينا نبدأ قصتنا الجديدة، قصة الغلطة اللي خدتني في سكة تانية. كان يا مكان، كان في شاب اسمه زياد، شاب طموح حالم، عنده خطط كتير ومشي بخطوات محسوبة عشان يحققها. كان شغال في شركة كويسة ومستني ترقية، كل حاجة ماشية تمام، لحد ما في يوم عمل غلطة واحدة، غلطة بسيطة بس في وقت حساس. اتقال عليه إنه مش ملتزم وفقد شغله، كل اللي بناه وقع قدامه في لحظة. قعد في بيته أيام حاسس إنه ضايع وبيجلد نفسه كل دقيقة. ليه حصل كده؟ أنا كنت ماشي صح، بس السؤال اللي كان دايما في دماغه، هل انتهيت ولا دي بداية جديدة؟ في يوم صحي من النوم، بص في المراية وقال أنا غلطت، بس دي مش نهايتي. قرر يبتدي من جديد، مش من نقطة الصفر لكن من الغلطة نفسها. بدأ يتعلم أكتر، فهم هو غلط فين واشتغل على نفسه بجد. ابتدى مشروع صغير من البيت، حاجة بسيطة بس كانت من قلبه. ومع الوقت المشروع كبر وبقى عنده تيم صغير وناس بتآمن بيه. الناس ما كانتش بتشوف الغلطة، الناس شافت القوة اللي بعدها. وزياد كل مرة يبص ورا ويقول الغلطة اللي كادت تضيعني هي نفس الغلطة اللي رجعتني إنسان أقوى. العبرة، أوقات الغلطة بتفتح لك باب ما كانش في خطتك بس كان في خطة ربنا. الغلطة مش نهاية، ساعات هي أول خطوة في سكة أنضج وأصدق. ما تستعجلش الحكم على نفسك، كلنا بنغلط بس مش كلنا بنقوم، وده اللي بيفرق. لو عجبتك القصة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصصنا. شكرا من قلبنا، ونشوفكم في قصة جديدة.